يقولون أنا الفريق اللي نحبه، سمعنا نحب نتبع الفريق هذاك فريق البرتغال ملي كنت صغير. من نهار اللي بدا يلعب كريستيانو رونالدو سنة 2004 شجعتهم في كأس أوروبا هذيك نهار اللي داوها اليونان، داوها لهم في بلادهم من الضربة هذيك. وانا نحب هذاك المنتخب دائما عندهم شغل كما يقولوا عندهم الامكانيات، مي الحظ ما وافقهمش ولا مع كما يقولوا ماشي مكتوب تاع ربي هذه صوالح. بصح هذه شغل هذه النسخه بصفه خاصه شغل صح ما قادر نحب منتخب البرتغال واني حاب يدوها ومنتخب كبير، بصح ماذا بينا نشوفوا يا لو كان فريق عربي واحد في النصف النهائي ولا في زوج فرق عربيه عندنا مستوى كما نقولوا. انا نشوفوا بلي المستوى ماهوش يختلف كما كان بكري زعما اوروبا هاربين علينا في كما نقولوا حنايا في الامكانيات، حتى المنتخبات العربيه راهم يستعملوا امكانيات كما نقولوا شغل كما اللي يستعملوا اوروبا ولا اكثر. تبقى كما نقولوا الفكر الكروي تاع الفرق هو اللي يتبدل من فريق لفريق. دوك كما نقولوا منتخب المانيا ما تقدرش تقارنوا مع منتخب زعما نقولوا المنتخب التونسي ولا المنتخب المغربي، لكن الكره ما فيهاش زعما نقولوا عفسه ما كاش منها ولا عفسه ما تصراش. قادره كما شفنا البارح المنتخب السعودي فاز على المنتخب الارجنتيني المتوج بكاس العالم مرتين، قادر تكون كاينه مفاجاه ان شاء الله. حلم تاعي نشوف منتخبات عربيه ماذا بيا كامل تاهل، ما نخيروا حتى فريق عربي على فريق اخر، باسكو حنا كي شغل الحاجه اللي تلايمنا رغم اختلاف الاصول نبقاو كامل مسلمين. ماذا بينا نشوفوا المنتخبات تاعنا نفرحوا معاهم كيما فرحوا معنا، اللي فرحوا معنا بكري كاين اللي يفرحوا معنا وان شاء الله يروحوا بعيد. ماذا بينا احنا علاش لا ماذا بينا بس كي تطول الكره القادم العربيه راح يكون كما نقولوا ايجابيات على البلدان. وانا الفريق اللي نسيبورتيه نحب البرتغال، انا نحب البرتغال باسكو البرتغال نحس فيهم شويه اوروبيه شغل هما قراصنه وحنا بكري كنا قراصنه، هذه هي اختي.